سقطات كثيرة ونشاط أكبر هي حيوية واندفاع الشباب. مراهقون اختاروا رياضة التزلج على الألواح كهواية ومتعة، ربما انعكاسا للطاقة الداخلية التي يمتلكونها. يعني أنا أول مرة شفتها في دبي فيستيفال سيتي. ما بعرف، عجبتني، بعدين قررت ألعبها يعني. بديت من وانا صغير نلعب، ووقفت مدة طويلة. بعدين بديت من جديد العب يعني حركات. في الاول كنت بس العب يعني هيك كروزنج اراوند، بس هلا بلعب يعني حركات. وقفت سنتين ورجعت الحين 3 سنين. بدأت قبل 8 سنوات، وكان أخي الأكبر قدوتي، وهو بدوره تعلمها من أصدقائه. أنا أجدها رياضة حماسية جدا. ليس غريبا أن تصادف الكثير من هؤلاء في الشارع وحتى في الساحات العامة والحدائق، حيث تخصص لهم فضاءات في الهواء الطلق لممارسة رياضتهم المفضلة، وهو ما شجع على محاولة إقامة بطولات لتشجيعهم بحضور نجوم محترفين أجانب على غرار هذا الفريق الإسباني. هذه الرياضة معروفة أكثر في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنها تنتشر في كل أنحاء العالم. وقد فوجئت بالفعل حين أتيت هنا ووجدت هذا العدد الكبير من المتزلجين. احنا طبعا بنستهدف فيها يعني مرحلتين سنيتين، من السن الصغير من 8 ل 14، ودي كانت مسابقة امبارح وبرضه الأسبان عملوا فيها شو، ومسابقة أكبر من 14 لحد ما يبقوا محترفين. عشان كده احنا بنديهم جوائز. احنا كمان بندي فرص ان احنا نعمل لهم سبونسر شيب بحيث ان احنا بنديهم الادوات والتولز اللي هم محتاجينها عشان يطوروا نفسهم يتعلموا اكتر. انتشار هذه الرياضة يبقى مسألة وقت فقط، طالما أن هناك قاعدة شعبية بدأت بالفعل في التشكل لتمنح هذه الرياضة زخما أكبر رغم ارتفاع سقف المخاطر فيها. رياضة